ازيكم عاملين ايه؟ يلا نعمل مع بعض الصينية الحلوة اللي قدامكم دي. طريقة سهلة ولذيذة جدا. القرع العسلي مع المهلبية مع البسكوت. 150 جرام بسكوت سادة، اي نوع بسكوت تحبيه. هتحطيه في محضرة الطعام وتطحنيه طحن ناعم خالص. ولو مش عندك المحضرة، المطحن بتاع الخلاط هيديكي نفس النتيجة. بس حطيه بقى على كذا مرة. طحنا بقى البسكوت ناعم كده، هنضيف له 50 جرام زبدة مسيحينها كده على نار هادية. هنحطها على البسكوت وهنضربها دقيقة واحدة كمان وننزله. البسكوت لما يبقى بيتشكل في ايدك بالشكل ده كده، خلاص هو كده تمام. لو لقيتيه مش بيتشكل، حطي له معلقة لبن واحدة او معلقتين. اخدت بقى البسكوت كده وحطيته في صينية وتضغطي عليه كويس. ممكن تحطيه في اطباق او في كاسات تقديم كده، برضه هيبقى حلو قوي. تضبّطيه بقى كده وبعدين تدخّليه التلاجة لحد ما نعمل باقي المكونات. ده حوالي تِلت كيلو قرع عسلي. حطيت عليه ربع كوباية سكر وربع كوباية مَيّة، وتحطيه على النار لحد ما يستوي. هياخد حوالي 15 دقيقة. أنا شُفته في النُص كده لقيته لسه، فغطّيته وهدّيت عليه النار برضه وسِبته 5 دقايق كمان. ما أخدش أكتر من 15 دقيقة. لمّا لقيته بقى استوى خالص بالشكل ده، ضِفت له ربع كوباية لبن حليب. وقلّبته بقى كده بمضرب البيض كويس، اللبن في القرع العسلي كده. وضِفت له معلقة زبدة صغيّرة. هتسيح طبعًا من السخونة كده، وبعدين هننزّله بقى ونسيبه يبرد شوية. هنعمل المهلبية بتاعتنا، كوبايتين لبن معاهم معلقة دقيق ومعلقة نشا و3 معالق سكر بالضبط. والسكر ده دايمًا اختياري، لو تحبي بقى تقللي عن كده أو تزودي طعمه شوية براحتك. قلبت بقى على البارد كده وبعدين رفعته على نار هادية، واستمري في التقليب بالمضرب كده في إيدِك لحد ما ياخد قوام كريمي كده حلو. هنضيف بقى للمهلبية قشطة 3 معالق كبار، قشطة وش اللبن أو قشطة اللبان أو العلب الجاهزة، ما فيش مشكلة أي نوع، ومعلقة زبدة والفانيليا. هندوب الزبدة بالشكل ده كده ونضيف معلقة صغيرة فانيليا، وننزل بقى المهلبية بتاعتنا على كده. وهي سخنة كده هنطلع شايفة القوام بتاعها جميل ازاي. هنطلع بقى الصينية اللي فيها البسكوت من التلاجة ونحط فيها المهلبية وهي سخنة كده على طول. وبعدين بقى نسيبها تبرد خالص تتماسك، ويبقى الوش بتاعها يتحمل ان احنا نحطه فوقيه القرع عسلي. سوينا بقى القرع عسلي على الوش كده، وبعدين حطيت زينت بشوية الورد الجميل ده وبندق كده مطحون. حطيته كده وشوية ورد متكسر كده في النص. يعني تزيين، أي تزيين عندك. ممكن تزيني بجوز هند، ممكن فول سوداني. أي حاجة موجودة عندك زيني بيها. هتدخليها بقى التلاجة ساعة واحدة بس تتماسك كده. لو عاوزة إن الخلطة تطلع معاكي متماسكة وجميلة، يبقى لازم تسيبيها في التلاجة شوية. لذيذة جدًا وحلوة وسهلة، وزي ما باقول لِك ما أخدتش معاكِ وقت خالص. ولو عجبتِك طريقتي النهارده، اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.